فان شاء الله رب العالمين انا هقول لكم دلوقتي على مكان في الفيديو ده هنزل لك هوجهك لكام ميه ازاي تروحها، فيديوهات انا وصفها قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي المحترمين الطيبين الجدعان الناس الأصيلة، أحلى تحية مني ليكم وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. عيد سعيد على الجميع، وإن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى ربنا يكتب للجميع الناس اللي ما راحتش الحج السنة دي تروح السنة الجاية إن شاء الله، وأنا معاكم إن شاء الله، يعني خدوني معاكم ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكتبها للجميع باذن الله. بصوا يا جماعه، انا الاول بجد انا بعتذر لكل الناس اللي هي بتحاول تكلمني ومش قادره توصل لي. بصوا يا جماعه، انا هكلمكم بصراحه، والله العظيم والله العظيم وحياة ولادي انا بكلمكم بصراحه. انا في مكان ما فيهوش شبكه، والله في يوم من الايام هتعرفوا انا فين او ما فيش شبكه ليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان في ناس بترن عليا والتليفون مقفول، والله العظيم والله العظيم انا في حياتي ما تجاهلت حد، مش منطبع اصلا والله العظيم خالص. يعني انا عمري ما ضيرت وش الناحيه الثانيه والله العظيم ابدا لاي حد، عمري. حتى لو في حد مش شايفني انا بحاول انا انبهه ان انا شايفه عشان يشوفني. فانا والله ما بتجاهل حد، فسامحوني لو في ناس بترن عليا وتلاقي التليفون مقفول، لكن تواصل واتس وماسنجر اوكي تمام. طيب بالنسبه لده برضو في ناس بتبعت لي رسائل ساعات وانا بتاخر ان انا اشوفها، والله برضو يا جماعه بيبقى غصب عني، انا ببقى شغال فمش عارف يعني اشوفها. انا اولادي كمان بيبعتوا لي رسائل، والله انا بعيد عنهم، بيبعتوا لي رسائل برضو والله العظيم ما بشوفها الا بعد فتره، بيبقى غصب عني والله العظيم، حتى الكلام معاهم قليل جدا بسبب الشغل برضو وضغط الشغل. فانا متاسف للناس، والله العظيم يا جماعه انا مش متجاهل اي حد ابدا، لانكم كلكم اخواتي وحبايبي وناس محترمين، وانا ماشي بمعرفتكم الطيبه وبدعاكم ليا تمام. فانا بعتذر والله يا جماعه، انا اسف. يلا نروح بقى للصيد. كنت قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا عامل لكم وصف بميه ان شاء الله تروحوها ان شاء الله يا جماعه. انا هبعتكم على ميه ممتازه. الميه دي واخده من النصرانيه، سمكتها حلوه، هم ميتين، ميه كبيره وميه صغيره تمام. المكان ده يا جماعه محترم، سمكته محترمه. الميه الواسعه لو هي حتى خسه هتعرف تاخد منها سمك، لان هي واسعه شويه، ومعاك ميه تانية ضيقه غويطه ماهيش خفيفه يعني تمام. الميه الواسعه دي فيها سمكه محترمه وفيها قرموط محترم، ميه واخده من النصرانيه، يعني السمكه اللي في النصرانيه داخله لك هنا زيها زي اي ميات تانية جوه، لكن ميه ما عليهاش رجل كتير. في ناس عارفاها وفي ناس هتزعل اللي انا قلت عليها، بس دايما انا بقول الناس اللي بتزعل دي ما تزعلوش، لان يعني معلش ده خير للكل، ده خير للكل يا جماعه، لان احنا ربنا مسخرنا لخدمه بعض. زي ما انا بحاول اقدم لكم خدمات، في ناس في كتير بتقدم لي خدمات برضو، فربنا سبحانه وتعالى مسخرنا لبعض، فما نبخلش على بعض بحاجه خلاص. فما حدش يزعل بالله عليكم لما بوصف ميه، علشان انا بزعل لما بلاقي حد زعلان، ملوش لازمه يعني خلاص. الخير كتير والله يا جماعه. فالميتين دول هتتصادم بينهم، طبعا الطريق ما بين الميتين ضيق، يعني مش هتعرف توقف العربيه، بس في ممكن تطلع قدام او تبقى في الاول، يعني في اماكن توقف فيها عربيتك يا اما قدام يا اما في الاخر خلاص. ان شاء الله رب العالمين هتنبسطوا منها. اكلات الميه دلوقتي مش بكل قوتها يا جماعه، كل الميات مش بكل قوتها، علشان خاطر رياح النقطه خلاص هتنزل اهي خلاص، فمش كل الميات بكل قوتها يعني. فانت اطلع برضو السله وانبسط، واخد بالك، اعرف الاماكن وعلم عليها، واعرف ان المكان اللي انت هتروحه وما كانش معاك النهارده انت اكيد فاهم انه هياكل معاك. انت شايف السمكه قدامك، ما السمكه دي مش هتصوم طول الحياه، يعني اكيد هتاكل في يوم من الايام او ليها ساعه هتاكل فيها، ودي النقطه المهمه اللي صيادين كتير بياخدوا بالهم منها. ناس بتروح تقعد على ميه، يقعد مثلا من الفجر لحد الساعه 2 او الساعه 12 وما تاكلش، والسمكه هتاكل اصلا اخر النهار او قبل المغرب بساعه. فانت اعمل حسابك، نصيحه لوجه الله انا دايما بقول كده، لو ما كانش فيه ظروف قهريه تخليك تسيب الميه، ما تسيبش الميه لحد ما تروح، ان شاء الله ما تروحش بولا سمك، اصل ده رزق وربنا هيكتبه لك من الميه دي او ميه تانية. فخلي عندك قناعه دي بالله بالحته دي بالذات. انا عارف ان بيبقى فيه مجموعه بتبقى طالعه
يلا بينا. واحد تاني يقول له لا يا ننقل، واحد تالت يقول لا خلينا، واحد يبقى زعلان انه هينقل والتاني مش هيبقى زعلان، واحد تالت هيقول ده الميه هتاكل يا جماعه، اصبروا يا جماعه الميه هتاكل، بدات تشغل معايا، واحد تاني ما خدش السمك فلا ده مش شغال يلا بينا ننقل، فالدنيا بتبوظ. فيا جماعه الناس اللي هتطلع مع بعض يخلوا في كوبريشن مع بعض، يعني في تعاون مع بعض ان هم يبقوا في مصلحه واحده. يعني واحد خد وواحد ما خدش، اللي ما خدش زعلان انه ما خدش وعايز ينقل، لا ما الميه كلت هي مع زميلك وبتاكل، شغل نفسك زيه. دورك وحش شوف دور تاني، يعني برضو ربنا هيبعت لك رزقك او مالكش رزق النهارده. خلي بالك من علفة الدور، تشوف الدور نظيف ولا لا، العده اللي انت بتشتغل بيها تكون عده خفيفه، عشان اصلا صيد الغله محتاج سرعه، صيد المزارع محتاج سرعه، انت بتصطاد في ميات ضيقه اصلا. خلاص بلاش العيدان الكبيره ال 63 وال 4 متر دي بلاشها. ال 63 ده انا استحاله اصطاد بيه في المزارع، اللهم اني بقى انا فخر الدنيا فوق، ولو ده حصل برضه بصطاد ب 3 متر او 33 وبشد الخيط شويه مش هتفرق. انما 63 وكتير الا اذا بقى عود بقى رفيع بقى كده زي بتاع الريم وصلب مش عود رقع، ممكن واخد بالك. فبرضو يا جماعه العلفه والغله وطريقه صيدك في الميه خلي بالكم منها، لان ديت اللي هتخليك تاخد سمك. كمان في نقطه عايز اقول عليها، شغل ده على الميه يا جماعه. انت دلوقتي قاعد بتصطاد في الدور كده، في اول الدور كده الدنيا حلوه والغماز راسي كده وبيتمشى شويه شويه بس ما بتاكلش، انزل جوه في الحامي، في اول الحامي وخلي الغماز يمشي شويتين. ما كلتش انزل جوه اكتر في الحامي اكتر، واسند الغماز معاك واسند واتعب. انا بصطاد كده، انا ما بصطادش في الميات اللي واقفه، انا بحب اصطاد في الميات اللي هي اللي يعني الحاميه. يعني انا طبيعه صيدي اصلا بحب اصطاد في الميه الحاميه، ما بحبش اصطاد في الميه الواقفه. الميه الواقفه لو انا بصطاد فيها بقى في مكان وخلاص الله غالب، لكن انا كيفي كله لما بلاقي ميه بتتحرك اقعد على الميه اللي بتتحرك دي في الحامي ده. انا باخد السمكه من الحامي ده وبحس بالسمكه وهي بتاكل. بحس بيها بقى من ايه؟ من العود اللي انا شاريه، العود اللي انا بصطاد بيه، جايب عود بيحسسني باكله السمكه وهي بتدردر كده في السمكه. يعني برضو انت برضو خلي اختياراتك من البدايه خالص صح عشان الدنيا تبقى معاك صح وتسهل معاك في الصياده. اصطاد في الحامي شويه واخد بالك، اصطاد على الطويل، جرب الطويل، ما كلتش معاك قصير جرب الطويل، معاك عودين واحد كده وواحد كده تمام. يعني شغلوا الدنيا كده، ما السن غير السن، واحد كبير واحد صغير، ما بتاكلش صغروا كده. حاولوا يا جماعه شغلوا الدنيا مع السوق كده علشان خاطر السمكه تاكل معاك، ما تبقاش مسلم بحاجه معينه طول النهار بهذا الوضع. وبلاش الغمازات الكبيره دي ملهاش لازمه، هتخلي السمكه تشد في تقيل ليه؟ ما هي اصلا هتحس بالتقل ده ملوش لازمه. وحتى لو ما حسيتش بالغماز وانت بتقول الرصاصه على وزنه الفله اللي فوق، ما يا جماعه ما ممكن الرصاصه دي تركن على الارض او تركن على حوشه، فالسمكه لما هتيجي هتشد التقل ده، ما هتحس بالتقل ده برضه سيبك من الغماز اللي فوق، فهتحس بيهم الاثنين لو شدت اكتر. هي دي الفكره. الكلام ده لو انت بتصطاد معايم كده وتلاقيهم نازلين مع بعض كده مفيش مشكله، انما لو الرصاصه دي راكنه على الارض ما هو ده خلاص ما بقاش له لازمه، وبقى التقل كله في الرصاصه بتشد في حجره ملهاش لازمه. فانت غماز صغير ورصاصه صغيره والدنيا تبقى حلوه تمام التمام ان شاء الله رب العالمين. حاولوا بس تشوفوا الفيديوهات وتشوفوا الاماكن اللي انا بتكلم عليها، وان شاء الله في العيد ربنا يراضي الجميع، وانا هحاول اعمل لكم كذا فيديو في العيد باذن الله ان شاء الله. انا اخوكم ومنكم، والله العظيم انا ممتن لكل الناس وبحترم كل الناس، لانكم كلكم اصلا يعني انا مبسوط بالقناه دي علشانكم، اقسم بالله والله العظيم انا استمراريتي في القناه دي علشانكم. انا والله العظيم مش محتاج حاجه من القناه اصلا، مش محتاجها، مش لازماني يعني، لكن مش لازماني فايده، لكن لازماني محبه ولازماني حاجه طاقه بطلعها معاكم، ولازماني معرفه الناس الكويسه اللي زي حضراتكم طبعا، لازماني معلومه بقولها ومعلومه بعرفها من الناس، ومعرفه ناس جديده كل يوم بعرفها، كلكم ناس محترمين، ودي احلى حاجه في الدنيا. انا مش عايز حاجه اكتر من كده. واحنا عايشين عشان ايه؟ عشان ننبسط ونبقى مرتاحين بقدر الامكان في ظل كل الظروف اللي احنا عايشين فيها. فالله غالب، الله غالب على الجميع، وان شاء الله رب العالمين الايام اللي جايه خير على الكل. وتحياتي لكم جميعا، انتوا احسن ناس في الدنيا والله العظيم. السلام عليكم.
دي يا رجاله الميه من جوه. طبعا انا مشيت كتير، يعني انا مشيت كتير بين الميتين دول، يعني بصوا يا جماعه انا مشيت كتير قوي. تمام. الميه اللي على الشمال دي متطهره يا جماعه، وده في حد ذاته 10/10 لانها كانت كلها بوص. تمام. والميه دي طبعا دول واخدين من النصرانيه يا جماعه الاتنين. ماشي. الميتين دول 10/10 الاتنين يا جماعه. الميه دي فيها حيتان، فيها مراكب. طبعا تطهيرها ده في حد ذاته ممتاز. طبعا في بوص كتير في الميه ناشف متطهر، لكن مش مشكله. ماشي يا جماعه، شايفين الميه عامله ازاي؟ دي دوار الميه. ميه تحفه يا جماعه، تحفه يعني مفيش كلام يعني. نصرانيه داخله في سمكه تقيله مسليه جدا يا جماعه. المياه دي لما بتشتغل يعني ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله. الميه اللي دي بتحب الطعم يا جماعه، وبتاكل غله، وسمكتها ضخمه. انت هنا بين طريقين، يعني في طريق بين ميتين بعيد عن المزارع، برضو في حد ذاته دي حاجه كويسه عشان خاطر برضو امان للناس وكده، عشان الناس برضو اصحاب المزارع ما بيشتكوش. هم الناس هنا طيبين يا جماعه والله. بصوا يا جماعه معكره جامد جدا اهو. انا اول ما جيت يعني هي طبعا متطهره قريب لان الطينه لسه مبلوله. بصوا يا جماعه الدور، والدور معكر اهو. يعني انزل اصطاد دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ماشي يا جماعه، هنمشي بقى، هنمشي. كل دي ميه وميه. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله عليها الاتنين في منتهى الجمال. سمكتها كبيره وهتسليكم. بصوا يا جماعه الدور، بصوا الدور. السمكه كانت على الدور والله، سمكه كبيره. شوفوا اللي بيضرب في الميه. يعني انا اقدر اقول طبعا احنا نقدر نفتح ادوار يا جماعه، يعني ده كان دور وما تفتحش، ده كان دور في يوم من الايام يعني عايز تفتح. كل ما تمشي طبعا البوص مداري الادوار، كل ما تمشي هتلاقي ادوار وحتت مفتوحه. تمام. طبعا البوص الناشف اللي في الميه ده من الايه، من التطهير. طبعا بصوا يا جماعه مفيش سمك بيضرب ولا اي حاجه. السمكه تقيله هنا اساسا مش بتضرب. السمك اعرفه كده والله بجد. يعني في ميات كده سمكتها ما بتضربش، وفي ميات سمكتها بتضرب. تمام. دي من الميات اللي سمكتها هاديه. بصوا يا جماعه الاطباق، طبعا الاطباق السمك معاهم هناك اهو. ما شاء الله ما شاء الله والله، ما شاء الله السمك معاهم. ماشي يا جماعه. ماشي. انا بجيب لكم الاماكن التمام، يعني مش ميه وخلاص، مش ميه والسلام والاسم طلعت تصطاد وكده، لا، بديك ميه 10/10 تنزل عليها تصطاد وتتمتع وتاخد سمك. لو ما خدت السمك يعني في مره مرتين مش مشكله. ما هو يا جماعه احنا برضو كنا بنتكلم في ايام برضو لسه في شهر 5 واول 6 وبخ ومش بخ، انما في الموسم بيبقى بقى الظروف تانية بقى. ظروف المياه نفسها مقفوله، مزرعه بتصفي كلام من ده، لكن غالبا بتتراضى. حتى لو نقلت على ميه تانية بتلاقي حاجه تراضيك يعني. بصوا يا جماعه الدور، بصوا الدور يا جماعه. شوف البوص بيضرب ازاي. شوف البوص، شايفين البوص؟ معرفش باين معاكم في الكاميرا ولا لا. السمكه بتضرب في البوص. بصوا يا جماعه هنا السمك المغول هنا. شوف الدور، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان. شوف الدور عامل ازاي، تحفه. ماشي يا جماعه، انا اتمنى ان انتم تكونوا مرضيين، وان شاء الله الوصف هينزل على طول باذن الله. وانتوا عارفوا يا جماعه ان الميات دي هتاكل كويس في الايام اللي جايه، يعني في الايام اللي جايه احلى من اليومين دول. ماشي يا جماعه. يلا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معايا بالله عليكم، عشان الوصف يعني هو طويل شويه بس سهل، لان احنا اتكلمنا فيه كتير قوي في المرات اللي فاتت. دي البورصه بتاعت السمك يا جماعه. الناس اللي هتيجي لاول مره، البورصه دي سهل انك توصلها. بورصه سمك كفر الشيخ اللي على الطريق الدولي، اللي ما بين كفر الشيخ بلطيم. تمام كده انا رايح بلطيم، وكده انا جاي من بلطيم ورايح كفر الشيخ. خلاص هناخد نخلي البورصه كده يا جماعه على يمنا بالشكل ده، ونمشي اتجاه كفر الشيخ، نروح على المصرف الاسرائيلي. المصرف الاسرائيلي بعد البورصه بحاجه بسيطه خالص، 700 متر ولا حاجه بسيطه. هنمشي كده، هنمشي مفيش غيره، هنلاقي حاجه بسيطه يعني اهو. ده المصرف الاسرائيلي معدي من تحت الطريق اهو يا جماعه. اول واحد هيقابلك. تمام. هندخل من عليه. تمام. ندخل يا جماعه، نخلي الميه الاسرائيلي ده على شمالنا ونفضل ماشيين، هيبقى اوله حجاره.
مميز جدا يا جماعه، وكل الفيديوهات اللي فاتت متكلم نفس الكلام. هنفضل ماشيين لحد رابع كوبري اللي هو كوبري علي سلامه. الكوبري الاولاني اللي على الطريق مش هنحسبه كده، مش حاسبين حاجه لسه. تمام، هنمشي 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 اهو، مفيش اي مشكله خالص لحد ما نلاقي اول كوبري قدامه مسجد صغير اهو. هنمشي لحد تاني كوبري وهيبقى نفس الكلام برضو قدامه مسجد. ادي تاني كوبري ومسجد اهو. ودي ميه السواق يا جماعه، الميه دي شغاله دلوقتي في العيد، ولو دخلت من كده ورحت كده هتروح ميه المدرسه، الناس اللي فاكره. خلاص هنفضل ماشيين على طول. كنا بنقول نحوت كده ونيجي هنا عشان الطريق كان مقطوع من هنا، الطريق اشتغل دلوقتي. عايز تمشي كده ماشي، عايز تمشي كده ماشي. هنمشي يا جماعه كده زي ما احنا هنمشي هنمشي هنمشي. انا بفضل الطريق الشمالي، يعني هنمشي لحد رابع كوبري، ده الكوبري الثالث يا جماعه. تمام تمام، خلينا في الشمال، انا بحب كده. تمام، هنمشي 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 لحد رابع كوبري يا جماعه، اللي هو ده، اللي هي دي منطقه علي سلامه. خلاص هندخل من على الكوبري ده. شغل الفيديو مره واتنين ونزله عندك على الموبايل، تشغله من غير نت وانت ماشي على الطريق عشان ما تتوهش. تمام، هنمشي يا جماعه، هناخد الكوبري ده وناخد السكه اللي في وشه ونمشي عليها عادي خالص. هيبقى على يميننا ميه، طول ما على يميننا ميه ما عندناش مشكله لحد ما تخلص. هتخلص وهنلاقي في وشنا ميه في نفس الوقت. هنمشي 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 هنمشي، مالكش علاقه باي دخله يمين ولا شمال، خليك ماشي على الطريق طول ما الميه ديت على ايه، على يمينك لحد ما تخلص وتلاقي ميه في وشك والسكه بتلف. اهي يا جماعه خلصت اهي، وميه في وشك اهي، وهي خلصت هنا اهي. والمفروض انت بتعدي كده بقى الطريق، ودي الميه اللي هتبقى ايه في وشك. هنا بقى هندخل كده اتجاه جامع القدس، احنا رايحين على النصرانيه. ماشي يا جماعه، هنفضل ماشيين برضو. موضوع سهل جدا والله، الناس اللي عارفه اول مره، اللي بتشوف اول مره سهل ليها برضو. هنفضل ماشيين، ودي على يميننا دي النصرانيه يا جماعه. هنفضل ماشيين 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 عادي خالص اهو، مفيش اي مشكله لحد ما نلاقي جامع القدس اللي على النصرانيه، دي ميه النصرانيه. هنمشي برضو من عند الجامع ونطلع على النصرانيه بقى، عشان احنا الفيديو اللي فات بتاع ابراهيم نوار اللي قبل اللي فات ده متكلمين من هنا، والفيديو اللي قبله برضو واصفين الدخله دي. يعني المكان ده اتعرف خلاص يا جماعه عشان ما حدش يتوه. هنمشي كده بعد المسجد. الناس اللي اول مره، الميه على يميننا هنلاقي اوض اهي ودخلات شمال مالناش دعوه بيها. هنمشي مع الطريق عادي خالص، هنمشي هنلاقي اوض اهي لحد ما نلاقي زي اوض كبيره كده او بيت صغير وعليه برميل ميه من فوق وبتاع وكلام من. هنمشي مش هنلاقي حاجه بقى، فضت. هنمشي 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 لحد ما نلاقي مفارق. الموضوع سهل جدا اهو، واضح يا جماعه اهو. كله ينزل فيديو عنده، ينزله عنده في المكتبه. هنمشي لحد ما نلاقي مفارق كده. هنمشي طوالي، لا انا عايزك تخش من هنا. تمام، خش على المفارق بطالعه كده. هات ميه ابراهيم نوار، انا قايلها بالتفصيل الممل. هتمشي على الطريق ده، هتمشي فوق كده ماشي عادي خالص، ماشي 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 لحد ما تلاقي البيت ده، وفي سلم هنا في الحته دي بره لوحده وخارجي كده. هتمشي يا جماعه، مفيش دخلات بعد البيت اهو. هتمشي لحد اول دخله بعد البيت، يعني الحوض الاولاني اهو واول دخله اهي. هتعدي من عليها، عديت من عليها. هتمشي شويه صغيرين لحد ما تلاقي الكوبري اللي بيعديك على النص اهو. تمام، الف في الطريق. هنعدي الكوبري كده ونمشي كده. هنمشي 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 هنمشي. خد بالك الميه دي شغاله، تمام، والميه الرفيعه دي شغاله، ودي البياره، دي الميه اللي ورا البياره، دي ابراهيم نوار، كله شغال. دي النصرانيه الاساسيه. عايز تروح الميه دي لف من قدام شويه في معديه وخش. تمام، في دور هنا 10 10 بتاعت ابراهيم نوار. ركز معايا بقى، ركز معايا عشان ما تتوهش في الشويه دول. بعد ما نمشي كده وميه ابراهيم نوار، هنمشي لحد ما تلاقي مسجد او جامع صغير ابيض. خلي ده العلام بتاعك عشان ما تتوهش. افضل ماشي شويه كده، ما تقلقش خالص. هتلاقيه مميز خالص وكده، وقبل حته واسعه وفيها بيت اهو. ادي بيت اهو قدامه حته واسعه، والمسجد اهو على الطريق على طول اصلا. يعني انت هنا اهو، هو على الطريق لازق فيه. دي اول علامه ما تتوهكش. وبرده انت معاك النصرانيه على شمالك. افضل ماشي بقى بعده لحد ما تلاقي النصرانيه دي، والطريق بيلف معاك بكثره جامده اهي. اجباري اصلا يا جماعه، يعني ما تقلقش. انا اجباري، الطريق واخدني اجباري اهو، اهو. ركز بقى معايا. الوصلات الصغيره دي بتاكل. هتمشي اوعى استنى. هنا بقى الميتين دول جامدين جدا جدا جدا، وتحتهم مليون خط. في بعض ايام من السنه بتبقى السمكه بتاعت الميه دي ناعمه وكده، وفي بعض ايام تانية بتبقى السمكه قويه جدا وملهاش حل.
وفيها سمك بيكسر العيدان. الميتين دول خطار يا جماعه. في هنا معديه، بس الناس تعدي المعديه وايه على رجلك وتدخل عادي مفيش مشكله، ما حدش بيقول لحد لا. خلاص اصطاد هنا. السكه بتلف اهي، بص بص بتلف اهي. احنا كده وصلنا لميه المفارق اصلا. هتمشي الوصله دي شغاله تمام، والوصله دي شغاله. الوصله الثالثه دي ميه المفارق اهي. حتى مكتوب عليها ميه المفارق اهو. خلاص هتمشي بعد كده بقى، بعد ميه المفارق دي هتلاقي التقاطع اللي انا كنت واقف مصور عنده. بص اهو، في اول الفيديو ده انا كنت واقف هنا صح، وقلت لكم ده المدخل، وده مدخل تاني اهوت بيدخلنا لمجموعه ميات، وهنا قلت لكم ميه المفارق اهي وميه النصرانيه اهي صح، في اول الفيديو صح يا جماعه. ده المدخل الاولاني. هندخل من هنا، والسكه هتلف بينا، تمشي على طول بس هتلف بينا اهي. ركز. معلش. النصرانيه اهي وماشيه طوالي ومديه لدي اهي، مدياها. احنا بقى هندخل على الطريق ده. معاك الميه بقى دي من اولها، معاك 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 اهي اهي. شوف معاك خالص اهي، ما عندكش اي مشكله لحد ما المدخل التاني مدخل لنا الميه دي. المدخل التاني اللي انا برضه في اول الفيديو شاورت عليه، اللي قدام الجامعه اللي قدام معديه، ده الطريق اللي هيجيبك عنده. هنمشي بقى يا جماعه كده، وهندخل كده وهنمشي عادي جدا اهو 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 اهو. انا كنت واقف بصور في الحته دي كده، كنت بصور لكم من هنا. دي الميه اهي، والميه دي كانت متطهره. التصوير كان السنه اللي فاتت. التصوير يا جماعه كان السنه اللي فاتت لما كانت متطهره، هي مش متطهره دلوقتي. الميه دي اللي انا كنت مصورها في الفيديو ده كانت متطهره، ودي مش متطهره. لا الميه، التصوير ده كان السنه اللي فاتت يا جماعه عشان تبقوا عارفين. خلاص اهو. هتمشي معاك الميه اهي ومعاك الميه اهي معاك. هو ده المكان يا جماعه، وربنا يرضيكم يا رب. معلش الفيديو طويل شويه لكن مهم. ركز معايا وان شاء الله ربنا يرضيكم ان شاء الله. سلام عليكم.